القصة اللي هقولها النهاردة مش مسلسل ولا فيلم، دي قصة من واقع وحقيقة عن راجل مصري حقيقي دخل إسرائيل وعاش بينهم سنين، والشخصية دي انتوا كلكم عارفينها. عاش بينهم سنين طويلة وقدر يوصل لمعلومات غيرت موازين حرب. ايه اللي يخلي انسان يخاطر بحياته بالشكل ده؟ خليك معايا للآخر، لأن احنا مش بنقول القصة دي رغم انكم حافظينها وعارفينها للتسلية. احنا رقم واحد القصة دي توصل لولادكم وشبابكم اللي معاش القصة دي ولا شافها لما اتعرضت، عشان يعرفوا ان في تاريخهم وفي بلادهم في ابطال وناس ضحت بحياتها عشان خاطر هم يعيشوا في امان. واحنا بنحكي القصة في اسئلة بنقولها، حوالي 8 أو 9 اسئلة تجاوبوا عليها، مش عشان مجرد ان احنا نقرا تعليقات وخلاص. الاجابات بتاعتكم هتفيدنا وهنعرف كل واحد يفكر ازاي. يلا بينا يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم في البيت الكبير. أنا عارف إن النظام الجديد اللي أنا متبعه يعني فاضل شو، يعني هياخد وقت لحد ما تتعودوا عليه. الفوازير معروفة إنها فوازير وبتجاوبوا في التعليقات، لكن لما بنتكلم عن شخصية ناجحة وهدف تحفيزي، خلال كلامي عن الشخصية في أسئلة من خلال الفيديو انتوا المفروض انكم بتجاوبوا عليها في التعليقات. نفس القصه في فيديو النهارده هنتكلم عن شخصيه كان لها دور كبير قوي في بلدها. اتخيل انك قاعد وسط ناس بيتكلموا عن حرب ضد بلدك وبيتكلموا ضد بلدك، شيء هيضر بلدك، وانت لازم تسمع وتبتسم وكأنك واحد منهم. اتخيل كده انك لو غلطت بكلمه واحده ممكن تختفي للابد. القصه دي مش فيلم، القصه دي حقيقيه وكلكم عارفينها وكلكم شفتوها كمسلسل. رفعت علي سليمان الجمال، او زي ما بتحبوا تقولوه او مشهور ما بيننا رأفت الهجان، اللي اتولد في 1 يوليو سنة 1927 في دمياط. اخوه الكبير كان تاجر، اسرته كانت مستقرة، درس في مدارس دمياط وبعدها اتنقل للقاهرة. في القاهرة بقى كان شاب اجتماعي جدا، كان بيعرف يعمل صداقات بسرعة، وكان عنده موهبة غريبة قوي. الموهبة دي انه بيعرف يقنع اي حد بأي قصة يقولها. سؤالنا هنا، هل الذكاء الاجتماعي ممكن يبقى أخطر من الذكاء الدراسي؟ قول رأيك. احنا لازم نتعلم من القصص اللي احنا بنقولها، مش مجرد قصص بنسمعها للتسلية. كل حاجة بنقولوها لها هدف، واتمنى الهدف يوصلكم. اشتغل بعد كده في شركة بترول شيل، ومن هنا بقى بدأ يسافر وسافر أوروبا. وفي السفر اتعلم أهم مهارة، ازاي انك تفهم الناس بسرعة. لكن في فترة حصلت له أزمة مالية كبيرة، وقع في قضايا شيكات، وهنا بدأت المخابرات تتابعه. ولكن بدل ما يعاقبوه عطوله فرصة. سؤالنا بقى هنا، هو ممكن المشاكل تبقى بداية نجاح؟ يا ريت التعليقات يبقى بنعم ولا بلا، لأن التعليقات دي هنقروها هنستفيدوا منها، في غيرنا هيقراها ويستفيد منها. المخابرات ما خدتهوش على طول، اختبروه، تابعوه، وابتدوا يحطوه تحت الميكروسكوب. بعد كده اتعمل له اختبارات كبيرة: قوة الأعصاب، سرعة البديهة، الكذب بدون توتر، الذاكرة. كل الحاجات دي لازم تبقى متوفرة في الشخص اللي المخابرات هتجنده لخدمة بلده. وهو كان رأفت الهجان أو رفعت علي سليمان الجمال، كان عنده الموهبة دي بالفطرة. كان لبق، سريع البديهة، وزي ما قلنا كان اختبر أو اكتسب بسبب سفرياته إنه إزاي يفهم الناس بسرعة، ودي خدمته. بعدها بدأ التدريب، اتعلم اللغة العبرية بطلاقة، اتعلم التوراة، اتعلم العادات اليهودية، طريقة تفكير المجتمع، حتى طريقة الأكل. يعني حتى لو هيطلب أكل لازم يطلبه زي ما هم بيطلبوه. وكان لازم طبعا يحفظ قصته كاملة مكملة عن ظهر قلب، عشان الغلطة زي ما بنقوله بفورة. اتعمل له اسم جديد، المخابرات عملت له هوية جديدة في كل حاجة، وقالوا ان هو يهودي مصري وهاجر. فكان لازم يأمنوه من جميع النواحي، لان مصر بتخاف على اولادها، بتخاف جدا. كان يهمها حياته وامنه قبل اي كل شيء. وعشان كده رب سبحانه وتعالى حافظ
بلدنا مصر، ورب يحفظ مصر وجميع الدول العربية والإسلامية. اتعمل له اسم جديد، جاك بيتون. سؤالنا بقى، هو الإنسان ممكن يتعلم شخصية جديدة؟ إجابتكم في التعليقات أيوة ولا مستحيل؟ هنقروها في التعليقات. دخل إسرائيل كرجل أعمال. احنا طبعا بنلخص القصة، انتوا أكيد شفتوها في المسلسل وحافظينها عن ظهر قلب. وفتح شركة سياحة، كان بيحضر حفلات، بيتقابل مع رجال أعمال، وبالذكاء بدأ يقرب من شخصيات مهمة جدا. وانتوا كنتوا عارفين طبعا كان لازم يقرب من شخصيات عسكرية، من شخصيات سياسية، وهو عنده الملكة والموهبة دي. طبعا المخابرات نمت الموهبة عنده أكتر وصقلتها. عاش في وسط المجتمع الإسرائيلي وكأنه واحد منهم بالملي، ما تقدرش تفرقه عنهم. ابتدى لما قلنا يتعرف على شخصيات مهمة كان بيسمع أكتر ما بيتكلم، ودي كانت أهم قاعدة. قاعدة المخابرات بتقول اللي بيسمع أكتر بيعرف أكتر. سؤال بقى، إيه أخطر غلطة؟ الكلام ده تكتبوه في التعليقات. يا ترى الكلام الكتير، الثقة الزايدة، التسرع؟ هنقرا ده في تعليقاتكم. ففي مرة واحد ابتدى يشك فيه، فبدأ يسأله بقى أسئلة مفاجئة عن طفولته، عن أهله، ولو هو مش متدرب كويس كان ممكن غلطة بسيطة جدا، غلطة في كلمة، يختفي للأبد. لكن لأن هو حافظ القصة كاملة اللي اتعلمها من المخابرات وعلموها له، أو الهوية الجديدة اللي خدها من المخابرات، رد بسرعة وبدون تردد، والموقف عدى بسلام. نرجع لسؤالنا تاني، هو سرعة التصرف أهم من الذكاء؟ هنقرا رأيك في التعليقات. رأفت الهجان أو رفعت علي سليمان الجمال انتشر في المجتمع الإسرائيلي وكأنه خلاص واحد منهم هو، لدرجة إن هو كان بيدافع عن قضيتهم وكأنه هو يهودي أو إسرائيلي المولد. وهو ده كانت النقطة أو الذكاء، إنك تحسس اللي قدامك إنك مش غريب عنه عشان يصدقك. ابتدى يوصل لشخصيات وأماكن حساسة جدا. بعد كده قدر يوصل المعلومات العسكرية وكان بيبعتها للمخابرات المصرية، والمعلومات دي ساعدت مصر في حرب أكتوبر سنة 1973. وده كان جزء من نجاح المخابرات المصرية، أعظم جهاز على مستوى العالم. سؤالنا بقى، هو العمل الجماعي أهم من البطولة الفردية؟ نعم ولا لأ؟ هنشوفوها في التعليقات. بعد ما أدى مهمته على أكمل وجه، رجع بعد كده لمصر وبعدين عاش في أوروبا. مات سنة 1982 في ألمانيا. وانتوا عارفين طبعا من خلال المسلسل وكلكم حافظينه ان هو اتجوز واحدة ألمانية. قصته كانت سر لحد ما اتكشفت بعد وفاته. تخيلوا إنسان يعيش بشخصية تانية خالص غير شخصيته في وسط مجتمع سنين. الرعب اللي عايش فيه لو انكشف، القلق، الخوف، يسمع انتقادات وشتيمة في بلده مش قادر يدافع ولا قادر يتكلم. ده يبقى ايه ده؟ ايه العظمة دي؟ ايه القدرة دي؟ ايه الإيمان الكامل ببلده ده؟ سمعوا ولادكم وشبابكم الشخصيات دي يا جماعة، سمعوهم وعرفوهم. هم عارفين لعيبة الكورة وفنانين، من باب أولى يعرفوا الشخصيات دي، لأن لسه في شخصيات تانية هنقولها. احنا ابتدينا برأفت الهجان اللي كلكم عارفينه، ده المسلسل بتاعه سيطر على جميع الدول العربية وعلى جميع العرب والمسلمين في أنحاء العالم، لأن احنا كلنا بنفتخر بحاجة زي دي. وما تصدقوش اللي كانوا بيقولوا انه عميل مزدوج، ده هم بيحاولوا يقللوا من انجازاتنا ومش هيقدروا. رفعت الجمال او رأفت الهجان بيعلمنا ان اعظم الناس مش دايما مشهورين، لكن اللي بيشتغلوا في صمت ممكن يكونوا هم المشهورين. سؤالنا، هو انت تقدر تضغط على نفسك سنين عشان خاطر توصل لهدف كبير؟ يا ترى الإجابة ايه؟ ايوه، لا، ولا حسب الهدف؟ هنشوفوا برضو التعليقات دي ونشوفوا اجابتكم قلتوا فيها ايه. لو وصلت لهنا اكتب صبر، لان البطولة مش دايما سلاح، ممكن تبقى صبر، ذكاء، هدوء. واحيانا افضل نجاح هو اللي محدش شايفه. وقبل ما ننهي بقى، ممكن نقول سؤال، هو العمل في صمت اصعب من العمل في النور؟ نعم
ولا لا؟ طبعا في الحاله دي انا عارف الاجابه، العمل في الصمت هنا طبعا افضل. وايه اهم حاجه عشان تكسب ثقه الناس؟ الصدق، الذكاء، العلاقات. انا هستنى تعليقاتكم. اوعوا تفكروا الفيديو مجرد قصه بنقولها، قصه انتوا عارفينها وكلكم حافظينها وحققت اعلى المشاهدات. المسلسل كان مكسر الدنيا ساعه ما كان بيتذاع، الكل قاعد امام شاشات التلفزيون لاننا فخورين بهذا العمل البطولي. لكن الهدف من اللي احنا بنقوله ان احنا نطلع منها بعظه وعبره، مش مجرد بنسمع للتسليه. نفتخر والحماس ياخدنا لبلدنا، لكن لازم نتعلم يا ترى طلعنا بايه من القصه دي. ده اللي هتكتبوه في تعليقاتكم، وده الهدف منه، انكم تعرفوا اولادكم وشبابكم الشخصيات البطوليه في تاريخنا. اشوفكم في فيديو تاني من عم محروس وشخصيات تاريخيه، وبكره هنرجع تاني ونبتدي فوازير عم محروس حول العالم، وهنشوف عم محروس محضر لنا فزوره ايه بكره، وهنقوله حل فزوره الفيديو اللي كان فيه الفزوره والتعليقات ولوجو القنوات، لان انا نسيت احط اللوجو الفيديو اللي فات، حقكم عليا. يبقى كده الفيديوهات بتاعتنا فزوره تحفيزي، بس الفيديو التحفيزي ان احنا بنقدم شخصيه ناجحه عشان نقول للناس اللي هم بيقولوا ما عندناش امكانيات، ما معناش فلوس، ما عندنا احباط، يأس، امل، لا ده احنا هنجيب لكم عالم زي كده. اوبرا وينفري اللي قلناها امبارح، وللاسف المشاهدات قليله جدا، بس انا برضو مش قلقان، لان احنا طالعين من رمضان ولسه الناس برضو، وانا تغيير المواعيد اللي انا نزلت فيها الفيديوهات برضو اتلخبط، كان عندي ضعف في النت، الفيديو نزل بعد الساعه 9، ده غلط كله، وده رساله بوصلها لكم. التزموا بمواعيد نشر الفيديوهات. نزل 6 يبقى 6، 12 الظهر يبقى 12 الظهر، 7 المغرب يبقى 7 المغرب، 9 يبقى 9. المهم انك ما تغيرش الميعاد اللي بتنزل فيه الفيديو، ده عن تجربه بيأثر فعلا في المشاهدات، بتلخبط خوارزميات اليوتيوب. اتمنى لكم كل النجاح والتوفيق مع فيديو جديد ان شاء الله. نشوفوا حضراتكم بكره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.